السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بنتفرج على ميكروويف جاك 25 لتر لون اسود. طبعا بكرة مش ديجيتال. تمام. زرار فتح الباب. بيجي معاه الاساسيات اللي هو الطبق، الدوار وبس. شهادة ضمان المنتج. السعر بإذن الله موجود ب3000 جنيه. ممكن يبقى بره اغلى شوية، ان هو موجود النهاردة بإذن الله ب3000 جنيه. 1400 واط. تمام. 6 مايكرويف باور ليفلز، يعني 6 درجات اللي هما دول. طبعا على حسب اللي هستخدمه، إيه الحاجة اللي هستخدمها جوه، فبس بجيب على درجة الحرارة مظبوطة. تايمر 30 مينت، اللي هو 30 دقيقة تايمر. في حالة المعجنات والبيتزات والحاجات دي لا، ممكن اسوي فيها بيتزا، فتلت ساعة كويس لتسوية البيتزا. كوكينج اند سنجل ديفروست فانكشن، يعني الناس بتسيح فيه التلج، الحاجات اللي بتطلع من الفريزر بيعملوا لنا ديفروستي، بيعملوا ذاب التلج فيه. طبعا بيجي هنا على بسم الله، على الديفروست. تمام. ودي بتبقى درجة لو، يعني بتبقى درجة خفيفة، ما بتسخنش عشان ما تلسعش لو كان لحوم او فراخ او الكلام ده. وده الشكل العام ليه، يعني ده الشكل العام للميكرويف. ده الطبق الدوار اللي في الداخل، ودي العجل المسؤولة عن دوران. للمعلومة بس، كل الميكروويفات في العالم واحد على فكرة. مش هينفع يعمل، وبيبقى قدرة الوات هي اللي مختلفة بين موديل وموديل. انما طريقة العمل والوظائف الفانكشن واحدة. يعني مفيش حاجة تخليك تختار حاجة اغلى ب10 تلاف جنيه مثلا عشان هي ماركة. لا، اختار اللي هتستخدمه بس. وتحت امر حضراتكم في اي استفسار.